عارف اللحظة اللي تلاقي فيها حد غالي عليك بدأ يشوفك بنظرة غلط، حتى لو 1%، شك فيك أو افتكر إنك بتضره. ساعتها الحل مش في الشرح ولا الدفاع، الحل في الانسحاب الهادي، حتى لو الانسحاب ده هيكسر فيك حاجة أو هيخليك تخسر ناس وأماكن وذكريات. لأنك لما تسيب نفسك في موقف إثبات البراءة طول الوقت هتستنزف روحك وهتعيش تلف في دواير عشان تغير نظرته، وفي الآخر هو هيشوفك بعيونه هو مش بحقيقتك. وأسوأ مرحلة توصل لها إنك تبقى بتحارب عشان تقول أنا كويس، فتبان كأنك بس بتدور على دور الضحية. اللي بيشك في نواياك بدون سبب بيكون أخد قراره من زمان، وانت دورك إنك تحافظ على سلامك مش على صورته عنك.